السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. جايلكوا فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونسمي الله. طبعا بقى احنا عاملين مع بعض، هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ تحفة تحفة تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراها. انا عايزاكم تجربوا التجربة الجميلة دي، مفيش اسهل منها طبعا. يلا بينا نبدأ الفيديو. شوفوا، انا قبل ما ابدأ الفيديو معاكم انا بجرب لكم البطاطساية استوت خالص خالص، وكمان الفراخ يعني دايبه دوب ما شاء الله تبارك الرحمن. معايا هنا فلفل، ومعايا هنا بطاطس، ومعايا بصلتين، وكم فصوص من الثوم، ومعايا الفراخ غسلها كويس وحطها في مصفى تتصفى كويس من المية بتاعتها، ومقطعة الفرخة 8 قطع. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. معايا هنا البصل بقطعه زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. وما تنسوش بقى بالاشتراك واللايك والشير عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكمان البطاطس بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مش هضيف اي توابل خالص خالص، انا توابل حاجتين اتنين بس. يعني هو انا هستكفى بالملح والفلفل الاسود. والله يا بنات بتبقى طعمها تحفة تحفة تحفة. جربوها من غير توابل كتير يعني، وبالملح والفلفل الاسود، ودوقوا طعمها وشوفوا هتبقى عاملة ازاي. بس والله ما شاء الله طعمها كان خطير، يعني على فكرة كان يعني مش قادرة اوصف لكم طعمها وريحتها. وبرده معايا كام فص من الثوم، عملته في السكينة زي ما شفتوا كده. وكمان معايا كام فلفلاية برضو قطعتها في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده حبايب قلبي ضفت البصل مع الفلفل مع الثوم مع الفلفل الاسود والملح، وبقلبهم في بعض. وهضيف كمان البطاطس بتاعتنا. انا عايزه لايك كتير 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 كتير، ماليش دعوه بقى. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حطيت البصل مع الفلفل والثوم، وقعدت اقلبهم كويس مع بعض مع الفلفل الاسود مع الملح. فركتهم كويس مع بعض، وقمت ضفت البطاطس. هنا معايا الفراخ انا بصفيها زي ما قلت لكم قبل كده، وقطعتها زي ما قلت لكم برضو 8 قطع. حطيت برضو رشيت عليها برضو رشة فلفل اسود وملح، وبرضو قلبتهم كويس على بعض علشان الفرخة تاخد من التوابل اللي انا حطيتها، الملح والفلفل يعني اللي انا حطيته. طبعا الصينية بتاعتي طلعت صغيرة، انا بقى ضفتهم في صينية كبيرة، وزي ما هتشوفوا كده بإذن الله تعالى. وطبعا معايا شفشق طماطم. انا كنت الاول بس بشوف يعني صينيه هتاخد معايا ولا لا. طبعا انا لما ملقتهاش واخده معايا الحاجه بتاعتي، قلبتها دلوقتي في صينيه، نقلتها في صينيه تانية، وحطيت سمنه زي ما انتوا شايفين كده على الوش، معلقتين من السمنه كده على الوش كده. وطبعا انا مرضيتش احطها في الفرن، قلت بقى اسويها على النار عادي من فوق. وطبعا كنت مغطية عليها علشان تستوي، ودخلتها الفرن تاخد وش. وكده حبايب قلبي الفيديو خلص معايا، مع ألف سلامة، باي باي، اشوفكم فيديو جديد وفي رعاية الله.